راجل او ست، لو بتعملوا الحاجات دي مش هتعملوا موف اون وهتفضلوا نايمين في خانة الذكريات. انك تنسى حد كنت بتحبه دي مرحلة مش سهلة جدا، بس حصلت معانا كلنا وكله بيعدي. في اللي بيقعد فيها يومين 3 وفي اللي بيقعد فيها سنين طويلة. اقسم بدين الله 20 سنة 21 سنة بنموت. طب ايه بقى اللي بيخلي الموف اون بيطول معانا ويبقى 10 سنين؟ تعالوا وانا اقول لكم. اول حاجه بتخلي الموضوع شغال في دماغك وبتحاول سنين طويله انك تعمل موفينج اون وما تعرفش، هي المراقبه. انك تراقب الطرف التاني وتقعد مركز في كل تفاصيله، ده هيخليك كأنك عايش معاه بس من بعيد. وكل مرة تدخل فيها بروفايله هتلاقي حاجة هتخليك تفكر، وانت بتفكر هترجع تاني تفتح بروفايله، وهكذا. تاني حاجة بتأخر علينا الموفينج اون هو انك تسيب الباب موارب. ومعنى انك سايب الباب موارب هو انك مدي احتمالية للرجوع. ده هنا شوية بهايم، هنا شعب بهايم والله، ومش عايش حياتك ولا عايز تدخل تجارب جديدة. تالت حاجة بتأخر عليك الموفينج اون هو انك سايب بقايا العلاقة موجودة، صور او رسائل، او انك مش عامل بلوك، هدايا او برفانات. كل الحاجات دي من غير ما تحس بتفكرك بيه كل يوم. رابع حاجة سؤال للصحاب المشتركين عن بعض، والنبي ده ينفع. قولولي بقى في الكومنتات بتنجحوا في الموفينج اون ازاي. اعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. انا نرمين لطفي وده بيتكم مطرحك.